هنجرب النهارده اكتر مكان ترندي في بورسعيد الفتره دي. كمان هنجرب اكتر مشروب رشحتوه من عنده، ويقال ان المشروب ده هو سبب شهرة المكان ده في بورسعيد ويخلاه بقى الاسم ده. يلا بينا ننطلق الى مات كوب، اشهر كوفي شوب في بورسعيد الفتره دي. بس احنا النهارده هنجرب الفرع اللي بجوار فندق ريستا. دخلنا الفرع، المكان حلو قوي، الديكوريشن بتاعته تحفه، والفايبس بتاعت المكان خطيره جدا يا جماعه. المطبخ زي ما انتم شايفين اوبن، كل حاجه بتتحضر قدامك، كل الماتيريالز اللي بيستخدموها قدامك. وده كمان المنيو. هنختار بقى اكتر مشروبات حضراتكم رشحتوها وكتبتوا كميه كومنتس عليها غريبه. اول مشروب، وده انا اتفاجئت، الايس لاتيه. اغلب الكومنتس بتقول جربوا الايس لاتيه يا جماعه من عند مات كاب، خطير. وجربته وفعلا يا جماعه كلامكم كان صح جدا. الايس لاتيه عنده في حته تانية، تقيل، والدبل شوت اسبريسو فيه موديه في حته تانية، فده لمحبين الاسبريسو هيعجبهم جدا. هنخش على تاني مشروب، وده كان كميه الكومنتس عليه برضو كتير قوي، اللي هو الايس وايت موكا من عند برضو مات كاب. انا يا جماعه من عشاق الايس وايت موكا جدا، بس حقيقي احسن ايس وايت موكا انا جربتها في بورسعيد. انتوا ما كذبتوش، الوايت شوكليت في الايس وايت موكا دي موديه المشروب في حتة تانية خالص، خطير، يستحق التجربة. هنخش بقى نجرب ايه عندهم. هنجرب الكوكيز. اول مرة اجرب الكوكيز من عندهم، اخترت كوكيز بالاوريو، ده شكلها ومحشية بكريمة الاوريو من جوه. اول مرة اجربها واتفاجئت برضو بطعمها حلو قوي، مستخدمين كواليتي نظيفة جدا. هي طرية من جوه وكراست من بره، خطيرة يا جماعة. هنخش بقى على اخر حاجة عندهم، ودي اجمد حاجة بصراحة، الساندوتشات بتاعة الفطار. عندهم الساندوتش ده اجمد ساندويتش انا جربته، هو ميكس تركي على سموكد بيف ساندويتش، واخترت العيش يكون براون، وطلبت منهم كمان ان هم يعملوه توست. بجد بصوا الحشوه عامل ازاي. لا 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 لا، انا جربت كذا ساندويتش بس ده بالنسبه لي ذا بيست. ولما دقته يا جماعه طعمه خطير، وسعره بجد مش سعر اصلا، انا اتفاجئت بالسعر. فدي كانت تجربتي الكامله لمات كاب بناء على ترشيحاتكم. بجد يا جماعه ترشيحاتكم تحفه جدا. هستناكم بقى تجربوا الترشيحات دي وتقولوا لي رايكم في الكومنتس، ولو عندكم حاجات جديده جربتوها من مات كاب اكتبوا لي في الكومنتس. يلا باي باي.